بسكويت النشادر، بسكويت المكنة على أصوله، ريحة العيد اللي تملى البيت كله. لو عايزة تعملي بسكويت العيد يطلع هش وخفيف وريحته تجنن زي بتاع المحلات بالظبط، ركزي في المقادير والخطوات دي كويس لأن فيها شوية تكات بسيطة هي اللي بتفرق في النتيجة. المقادير: 1.3 كوب سمنة، يعني كوبين إلا ربع. 3 كوب سكر بودرة إلا معلقة كبيرة. 4 بيضات. معلقة كبيرة فانيليا. معلقتين كبار حليب بدرجة حرارة الغرفة. معلقة صغيرة نشادر ممسوحة. 1 كيلو دقيق. 1.5 معلقة كبيرة بيكنج باودر. ربع معلقة صغيرة ملح. طريقة التحضير: أول خطوة، نضرب السمنة مع السكر البودرة بالمضرب الكهربائي كويس جدا لحد ما اللون يفتح والقوام يبقى كريمي وعش. بعد كده ننزل البيض بيضة بيضة، ومع أول بيضة نحط الفانيليا، وكل بيضة لازم تختفي تماما قبل ما نحط اللي بعدها علشان الخليط يفضل خفيف. دلوقتي ندوب النشادر في الحليب ونضيفهم للخليط ونضرب خفقة بسيطة بس لحد ما يمتزجوا. بعد كده نخلط الدقيق زائد البيكنج باودر زائد الملح وننخلهم على الخليط بالتدريج. نلم العجينة بإيدينا من غير عجن كتير، بس لحد ما الدقيق يختفي وخلاص علشان البسكويت يفضل هش ومش ناشف. التشكيل: نحط العجينة في مكنة البسكويت ونشكل الأصابع ونرصها في صواني الفرن ونساوي الأطراف علشان الشكل يطلع مظبوط. الخبز: ندخلها فرن متسخن مسبقا على 175 درجة لمدة حوالي 20 دقيقة لحد ما البسكويت ياخد لون ذهبي جميل من تحت وفوق. سر من أسرار نجاح بسكويت النشادر: لازم السمنة تكون طرية مش سايحة، ما نعجنش العجينة كتير علشان البسكويت ما ينشفش. لازم الفرن يكون متسخن كويس قبل ما يدخل البسكويت. سيبيه يبرد تماما بعد الخبز علشان يفضل مقرمش وعاش. اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك، لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد. ما تنساش تصلي على الحبيب